ووصفتنا اليوم معمول صحي بدقيق الشوفان بزبدة الفول السوداني، صحي ولذيذ ومناسب مع القهوة لمباشرات العيد، وكمان مناسب لما قبل التمرين بيعطي طاقة ونشاط. المكونات: كوب شوفان مطحون ناعم، ملعقتين كبيرة من حليب البودرة، نص كوب موية، فنجان زيت، ملعقة فانيليا، ملعقة صغيرة بيكنج بودر، قليل ملح، ملعقة كبيرة زبدة الفول السوداني، ظرف من سكر ستيفيا. على الزبدية حطيت دقيق الشوفان وحطيت عليه حليب البودرة وحطيت السكر، وممكن نستغني عن السكر ونكتفي بحلى تمر، وحطيت البيكنج بودر والفانيليا والملح، ونحرك المكونات مع بعض ونضيف عليهم زبدة الفول السوداني. سيحتها بالميكروويف عشان تتجانس مع المكونات، وأضفت نص فنجان زيت وكوب موية، ونعجن جميع المكونات مع بعض لحد ما تتماسك العجينة، وإذا حسيناها بتلصق في يدنا نعطيها رشة من الدقيق، وهذا القوام المناسب. نشكلها بيدنا دوائر ونحط التمرة ونقفلها تماماً ونرصها على الصينية متباعدة عن بعض، ونزين الوجه بالشوكة أو بالمنقاش، ونخبزها على حرارة هادئة حوالي 15 دقيقة أو لحد ما تحمر من الجهتين. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. أتمنى يكون عجبكم. اكتبوا لي آراءكم واقتراحاتكم في التعليقات، ولا تنسوا الضغط على زر اللايك والاشتراك.